السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله. ان انا مش بعمله بس ان شاء الله هعمله، بس لما تشجعوني كده ان شاء الله والدنيا تتغير شويه. انا النهارده هعمل معاكم بقى مسقعه للمرض شليون على القناه. عادي جدا، الناس كلها بتحب المسقعه في اي شكل واي لون وباي طريقه. نعملها بقى بطريقه سهله جدا النهارده خالص خالص خالص، ما فيش اي تاتشات فيها ولا اي افتكاسات ولا اي زيادات ولا اي حاجه خالص. انا قاعده في امان الله. التروسيكل معدي من تحت البيت، الكيلو ونص ب10، كيلو ونص ب10 اسيبه. قمت جايبه كيلو ونص ب10، نزلته السبت. البتنجان طلع لي زي ما انتم شايفينه كده، لا هو عروس ولا هو رومي. ما بقتش عارفه ده طب ده اعمل بيه ايه. قلت اعمل بيه مسقعه خلاص. وكده كده يعني تبقى المسقعه برضه تعتبر اكل حرشه يعني، لا هي وجبه اساسيه ولا هي تبقى حاجه يعني عملناها كده. قمت عملت الكميه اللي معايا دي كلها، جبت كيلو ونص كله، قشرته وغسلتها وقطعتها وبس. ايه، ما شلتش الجلد الاسود ده كله، الاسود بتاعه كله سبته عشان خاطر ده بيمنعه ان هو يمتص زيت كتير. وزي ما انتم شايفين قطعته في المصفى، وحطيت له شويه ملح وهزيته كده اهو، وسبته بقى ايه شويه. وجبت بقى طمايه حلوه كبيره زي ما انتم شايفينها كده اهوت. وهنبدا بقى احنا نحمرها في حبه زيت، مش هنحمرها برضو الحمار اللي هو يا دوب بس تصفر كده زي ما انتم شايفين. ومعانا بقى شفشق الاولى بتاعنا الجميل، هناخد برضو منه شويه وهنقوم ايه طشينه عليها. والناحيه التانية احنا مولعين الزيت عشان خاطر نقلي فيه البتنجان. هنحط طبعا اول حاجه الخل، نسيت اقول لكم معلش، حطينا حبه خل حلوين كده اهو. كده ننزل بقى بالصلصه بتاعتنا، نديها تقليبه ونسيبها بقى تتسبك ايه براحتها. على ما نقلي بقى كميه البتنجان بتاعنا دوت، على ما نخلصه اصلا كان يعني خد مني وقت طويل جدا وزهقني في عيشتي الصراحه. يعني الواحد على قد ما بيحب المسقعه بس بيزهق من قلي البتنجان من كتر ان انت تقعد تقلي كتير. حطيت بقى هنا شويه ملح، وحطيت شويه كمون. دي كزبره مش كمون، معلش احنا اصلا ما عندناش كمون. وشويه شطه، دي شطه ما فيهاش بقى اي لعب، هي لونها باين اهو. نحط شويه فلفل اسود. طبعا التوابل اللي كنت جايباها وحطها في اول رمضان، الفيديو اللي عملته معاكم دوت خلاص عايزين طبعا نجيب تاني لان احنا بنستعمل توابل كتير بس. وحطيت بقى معلقتين بابريكا عشان تخليها محمره كده، والفلفل الحلو ده بيديها طعم حلو قوي. وهنحط بقى مكعب مرقه دجاج الواحد بقى بجنيه يا جدعان، بقى بجنيه. كل ما اروح لحد عشان اشتري علبه يقول لك لا مش ببيع بالعلبه عشان خاطر احنا بنبيع بالواحده، عشان ما عنديش كميات. وهو كذاب، هو عنده كميه بس هو مش عايز يبيع بالعلبه. ليه؟ لان العلبه حاليا دلوقتي بقى 35 جنيه. هو لما يبيع الواحده بجنيه فهو هيكسب 35 دول اضعاف. انا مش عارفه الشريط، هي فيها شريطين تلاته، شريطين او تلاته تقريبا، معرفش فيها كام واحده بقى كام مكعب يعني، بس اكيد كسبان فيها. فهو لما يبيعها قطاعي فهو كسبان. فامبارح قلت له لا خلاص مش عايزه، ما عندكش علاج خلاص هاخد اتنين بس على قد الاكل اللي انا هعملها يعني، على قد ما انا كنت محتاجاهم يعني في اليوم ده. بس الصلصه بقى شايفين اتسبكت ازاي. وانا طبعا كنت بقلي في البتنجان، كنت قلت البتنجان زي ما انتم شايفين كده. كنت والله مخليها فاتح في الاول بس اخر التسطين بقى ايه كنت خلاص بقى هيست، وكنت بطلع وارجع تاني. ف مني شويه يعني. انا بفضل اقلب فيهم بقى كده لحد ما هيمتصوا الصلصه كويس. وبقى انا ايه اخويا جه وجايب معاه كبده، كبده شرايح اللي هي بتتقلي اللي بالرده. هو كان مفاجئني، كان قال لي انا هجيب بكره وانا جايه من الشغل كبده برده. قلت له اوكي تسلم ايدك والله ما تتعبش نفسك. لقيته جاي جايبها لي نيه. قلت له ايه ده؟ قال لي الكبده. قلت له ده انا فاكرك هتجيبها جاهزه. كانت الساعه كام بقى؟ كانت الساعه 5:30، 6:45 تقريبا، 6:15 اه. خلاص اللي هو يعني نص ساعه واذان هيأذن. في النص ساعه بقى دي انا كنت سلقت ميه، عملت مكرونه وتبلت الكبده وقليتها، والحمد لله لحقنا المغرب. وزي ما انتم شايفين كده اهوت كانت السفره بقى بتاعتنا خلاص جهزت المسقعه. وعملت شويه طحينه على طول عشان خاطر الكبده تبان اللي هي غامقه محروقه، بس هي ما كانتش محروقه والله، ده بس عشان الموبايل من غير الستاند. وعملنا بقى شويه عصير برتقان كده اهوت.
والمكرونه بصلصه بتاعتنا كانت جميله قوي، والمخلل بتاعي اللي بحطه من اول رمضان وشويه طحينه. لو الفيديو بقى بتاعي عجبكم دوسوا بقى لايك لو لسه ما دوستوش، واشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وده سليم الرخم لازم يبوظ لي اي فيديو.